هذا واحد من أهل قطر سافر لإحدى الدول وتعرف على واحد من أهل الكويت، وصار بينهم في هالسفرة علاقة 10 أيام 15 يوم، ورجعوا وكل واحد أخذ رقم تلفون الثاني، فصار بينهم اتصالات ومراسلات واتساب وهلا. بعد فترة راعي الكويت اتصل بالولد القطري وقال ترى زواجي بعد أسبوعين اليوم الفلاني، مثل ما تقول يوم جمعة ليلة سبت أو يوم خميس ليلة جمعة، أتوقع يوم جمعة ليلة سبت، فيشرفني حضورك إن استطعت. الولد وحيد أبوه في قطر، فجاء لأبوه قبل بأسبوع قال يا أبوي، قال نعم، قال في صديق لي في الكويت ودي حضر زواجه. قال من هو اللي في الكويت؟ أنا ما خبر عندك. قال والله في سفرتي الفلانية تعرفت عليه وصار بيني وبينه مزارق طيب وأخوة ومحبة، فودي أرسل لي الدعوة ودي أجيب الدعوة. قال لأبوه والله أنا ما أرى أنك تروح، أنت عندك عمل وبتروح صد رد، ما أرسل له رسالة، وإن كانك تبي ترسل له يعني عانية يرسلها، لكن أنا ما بك تروح، قلبي قابض لي. فالولد يحاول في أبوه، يحاول ترجاه، لقى أن أبوه رافض الأمر بتاتا. راح لوالدته وحاولت تأثر على أبوه، رفض له. راح العمامة نفس الكلام، له جد في البر عازب على أبوه، فقال مهلا لجدي هو اللي بيأثر على أبوي يخليني أروح. كان الولد حريص جدا على الروحة، والأبوه تماما رافض. فرح الجدة عند البل وسلم عليه، قال يا جدي، قال نعم، قال أنا بيك طلب. قال ابشر يا ولدي، ما طلب. قال هذا ما صار، هذا خوي لي وعزمني على زواجه وأبوي رافض. قال ليش رافض؟ قال يقول ما يوم واحد رايح جاي ما تستاهل، ارسل له العانية. قال يا ولدي أبوك يمكن معه حق. قال أنا طالبك طلبه وأنا ما جيتك. قال خير إن شاء الله. دق على ولده الأبو الجد، يا ولدي، قال نعم، قال أبي منك طلب. قال تفضل يا أبوي آمر. قال أبي فلان يروح لزواج خويه. قال هو وصل؟ قال لي، قال تم يا أبو، ولا يحتاج التامر علي وعلى عيالي. جاء الولد ولا قال له الأبو شيء، وخذ شنطته وأغراضه في اليوم المعهود، مشى مثل ما تقول يوم الأربعاء. يوم جاء قبل حد قطر السعودية ولا في شايب يشر مع شريطة، وقف له. وين؟ قال يا ولدي أبي الحسن، أنا فيه واحد جاء زاير الخوي اللي في قطر ووصلني المركز وأبي واحد يوديني الحسن. قال اركب. فالولد ركب الرجل هذا معه في السيارة، سولفوا مع بعض، جو المركز وخلصوا من إجراءات قطر، ثم دخلوا السعودية وخلصوا من إجراءات السعودية، وصلوا الحسن. يوم جاء الحسن قال بيك توديني في الحي الفلاني، منا جو عند هاك البيت. قال الشايب انزل تقهوى معي ولا تعشنت لك معروف. قال لا والله يا عمي أنا وراي مشوارا للكويت، في أمان الله في أمان الله. الوليد على طول شغل ووصل الدمام، تعدى الدمام، وصل الخفجي، وصل النويصيب مركز الحدود بيننا وبين الكويت. يوم جاء عند الغرفة اللي فيها تقديم الجوازات بسيارته ويقدم الجواز، موظف الجوازات يوم فتح الجواز قال وين الشايب؟ قال اي شايب؟ قال انت معك شايب، هذا سؤال. يوم ناظر أثره جواز الرجل الشايب اللي كان معه، أعطاه جوازه وهذا أخذ جوازه. يوم جو خلصوا من المركز هذا تبدلت الجوازات. حط يد على رأسه، لا حول ولا قوة. هذا واحد وصلته قال والله النظام. رجع السيارة ولا رده إلا الحسن. جاء عند بيت الشايب حتى يقول ما دليت البيت بعد جهد جهيد. طق الباب، طلع ولده السبير، سلام عليكم، الشايب اللي جيته هذا ما صار. قال اقلط. قال لا والله. قال ابوي والله رايح المنطقة اسمها صلاصل بين الدمام وبين رايحين عند جماعته. مشى. تبين نروح له؟ قال لي والله ابي اروح. ركبنا. يقول وركب الرجال معي ونروح لصلاصل هذه. يوم جينا صلاصل عزبه وعندهم ابل وهذا. يقول يوم جينا عند الرجاجيل وانت قهوه، قال ابوي وينه؟ قال ابوك مشى للرياض. لا حول. قال يلا مشينا الرياض، ويصلون الرياض، يجون في حي النسيم يدورون الشايب، يدورون. قال والله جانا ورجع. لا ويرجع ويجون الصلاصل هذه ويلقون الشايب. رجعنا العزب، سلم عليك يا حسن ما شاء الله ولدي. قال والله اخذت جوازي ولا اخذت جوازك؟ قال جواز في البيت يا ولدي، كان فتشت الشنطه. قال والله يا ابوي ما ادري. قال اجل انا بركب ولدي وانت الحقنا بسيارتك. قال خلاص. يركب الشايب مع ولده او يركب الولد مع ابوه يسوق به والولد في السياره وراه. ادخلوا الحسا، جو عند المنطقه
هذا قدام هذا وراهم. الولد وهو يمشي الله يعزكم طلع عليه حمار وصدم وتنعفج رديتر وصدام. قال هذه مالي برايح للكويت ابد بس اعطوني جواز يعني. شاف الشايب ورجعوا له. قال يوم ناظر السياره وقفوا لها على جنب قال اركب بعد اركب. وصلوا البيت اعطاه الجواز. قال يا ولدي عندي السياره هالونيت قمرتين خذها توصلك الحدود واركب هناك طرقي لين قطر وخلي السياره عند العسكري فلان انا اعرفه والله يسرمك سيارتك بنصلحها واذا صلحت ارسلناها لك ولا تجي تاخذها. قال جزاء. يقول الحين ما عاد مالي رحله ولا بيروح خلاص. يقول قال له ترى الكفر الوراني للسياره مبنشر فيها مر محطه وعبد. قلت ان شاء الله. اخذت جوازي واخذت السياره وشغلتها وجيت محطه بنزين اللي على الخط ولا مسكر راعي البنشر ولا فيه هواء. ما في احد. قالوا لا والله ما في لكن هالتريلات الخمس اللي موقفه يعبون لك هواء ترى عندهم لي. قلت خير. واجي عندهم وابي هواء. توني اتكلم على افغاني اثر التريلات عليها مراقبه من المباحث والقطوني والقطوهم يركبونا في جيوب وللرياض. وقعد في السجن 4 أيام. بعد ال4 أيام طلعني الضابط. كانت وش قصتك؟ قال والله قصتي هالشكل 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 وصدمت حمار. يقول يضحك الضابط. قال هذه تريلات عليها مراقبه فيها حمولات مشبوهه وحققنا معهم وسالنا عنه. قالوا هذا والله لا نعرفه ولا وقف عندنا فجاه وانتم تقبضون عليه. قال انا طالبك طلبه اعطني شنطتي بس وجوازي الله يرحم والديك. قال والضابط يعطيني الشنطه ويعطيني الجواز وحجز الى قطر من الرياض واتصل على شوي براعي السياره. قلت سيارتكم في المحطه روحوا خذوها. سيارتي متى مصلحت اصلحت. وارجع لابوي. قال ها ابشر عسى حضرت الزواج. يقول له لابوي. قال اي حضرت. قال يا ابوي عز الله يعني طاعه الوالدين ما تنم عن عبث. يوم قلت لي لا تروح واصريت اروح لامي واروح لعمامي واروح لجدي وانت في خاطرك اني ما اروح يفترض اني ما عاد ارد لك كلمه. خلاص درس يا ابوي ما انساه طول حياتي. ومن هالمنبر انا انقل الصوره للجميع ان متى ما قال لك ابوك ولا امك كلمه وتعرف انها من عمق قلبه ثقل وقف عندها خلاص. هذا ابوك وهذه امك اغلى ما تشوف ولا يتمنون ان احد افضل منهم الا انت. ما في انسان يتمنى حتى اخوك ما تتمنى انه افضل منك لكن ولدك تتمنى انه افضل منك. فلما وقف وقال لك لا تروح انا كاره انك تروح توقف عند الموضوع هذا. الله سبحانه وتعالى اعلم ووجه الابو وانت وحيده. فانا من هالمنبر اوجه للجميع للشباب اذا وجهك ابوك بتوجيه ربما انه مو مقنع بالنسبه لك لكن اعرف ان الله سبحانه وتعالى طاعتك له حتى لو هو مقنع هو خير لك ونعمه وطاعه. فاسال الله العلي العظيم ان ينفع بهالقصه وجزاكم الله عنكم.